قيس كاظم موظف العلاقات في شبكة الإعلام العراقي المعروف بدماثة خلقه وحسن سلوكه، كان من بين ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المقهى الشعبية في حي القاهرة يوم الجمعة الماضي. فقد تلقى زملاء الشهيد في العمل نبأ فقدانه بصدمة كبيرة وإدانة لقوى التكفير التي أشاعت الحزن في نفوسهم. شغلت صورته مكان جلوسه في اجتماع مديرية العلاقات والإعلام بشبكة الإعلام العراقي. هكذا أصر زملاؤه أن يتم الاجتماع بعد أن فارق قيس كاظم الحياة شهيدا بسبب تفجير إرهابي أودى بحياته، تاركا في مكان عمله فراغا شاسعا كان مملوءا بالجد والمثابرة. كان مثال الموظف المثابر والمجتهد. هو بكل صراحة يعني كان داينامو مديرية العلاقات والإعلام. أكيد يعني هي خسارة كبيرة وترك فراغ كبير ليس من السهل أن يعوض، فقد كان رحمه الله ينفذ كل الواجبات اللي يكلف بها دون تذمر. لم يكن العمل وحده ميدانا لإبراز شخصية الشهيد قيس كاظم، بل كانت بشاشته المرتسمة على وجهه وتواصله مع أحبائه سببا في إظهار حزنهم لرحيل تلك الشخصية التي زرعت المحبة في قلوب محبيه. أنا أكثر واحد بينا هو بشوش ويضحك ويحاول أن ينكت ويخلي الجو حلو هو قيس، إضافة إلى أخلاقه الرائعة. يعني إذا يسمع أي واحد عنده شغلة ويقدر قيس يسويها، قيس بكل لحظة بكل بساطة يروح يركض ويكمل الشغلة ويجيب لها. ويذكر الأصدقاء أن لقيس أخا معاقا ذهب به في نزهة كان آخرها الركون أمام أحد مقاهي منطقة حي القاهرة التي لم يخرج منها إلا محمولا على الأكتاف. مثواه الأخير لم يكن مانعا من حضوره في ألسنة أحبائه الذين لم تفارقهم الذكريات حين جمعتهم هنا سوية، ولكنه الإرهاب الذي أبى إلا أن يفرقهم بعد أن جمعتهم الحياة. من بغداد زيد المصطاف، قناة العراقية.